أهلا بيكم. حلقة النهاردة عن فينيس اللي ليها أسامي كتير جدا زي فينيسيا والبندقية وسيتي اوف بريدجز وسيتي اوف كانالز والمدينة العائمة، وكل ده بيرجع لطبيعتها الجامدة جدا اللي هي عبارة عن جزر مربوطة بكباري وقنوات مية بشكل خرافي وشاعري بطريقة مختلفة تماما. احنا النهاردة هنكون الجايد بتاعكم في فينيس، وبما اننا عارفين ان معظم الناس ما بتلحقش تقعد كتير فيها، فهنقول لكم على اهم الاماكن والاكل والحاجات اللي ما ينفعش تفوتوها هناك. وعلشان الاقامه غاليه جدا في فينيس، فاحنا قررنا ان احنا نطلع من ميلانو بدري جدا ونحط الشنط بتاعتنا وكل حاجه في اللوكرز في محطه القطر في فينيس، ونقضي اليوم كله في فينيس لحد بالليل، ونرجع على المحطه تاني ناخد الشنط وناخد اخر قطر طالع على فلورنس، ونوصل فلورنس الساعه 8 الصبح. وبكده نبقى قضينا يوم كامل في فينيس ووفرنا ليلة كمان، ووصلنا فلورنس الصبح عشان نعمل تشيك ان. ودلوقتي بقى هقول لكم عن الحاجات اللي ما ينفعش تفوتوها في فينيس. اول حاجة كامبانايل دو سان ماركو. المكان ده عبارة عن برج في كنيسة تقدروا تطلعوا، وهناك هتاخدوا صور بانوراما حلوة جدا لفينيس. الوقت اللي هتاخدوه هناك حوالي 30 دقيقة، فما ينفعش تفوتوه. تاني حاجة هو دوج بليس، وده كان قصر زمان وكان عايش فيه الحاكم بتاع فينيس، واتفتح بقى متحف سنة 1923، ومن الحاجات اللي شكلها حلوة قوي من بره. تالت حاجة هو ريالتو بريدج، هو كوبري من 4 كباري موجودين في الجراند كانال. رابع حاجة هو بريدج اوف سايز، ده كوبري معمول من الحجر الجيري وشكله جميل جدا ولطيف قوي. طبعا احنا طول ما احنا ماشيين في فينيس حاسين ان احنا ماشيين في نوفل او قصة من قصص شكسبير، وطبعا يجي في دماغي قصة تاجر البندقية أو The Merchant of Venice. خامس حاجة هي البازيليكا بتاعت سانتا ماريا، كنيسة رومانية كاثوليكية فوق الروعة، ما تفوتوهاش. سادس حاجة هو البورانو، ممكن تاخدوا شوية وقت علشان توصلوا هناك، بس صدقوني مش هتندموا خالص. المكان لطيف جدا وكله بيوت صيادين متلونة كلها بشكل مبهج وجميل جدا، ولو بتحبوا السي فود لازم تجربوه هناك. من الحاجات اللي ما ينفعش تفوتوها في فينيس هي المحلات بتاعة الماسكس. هناك مشهورين جدا بالماسكات، خصوصا ان كل الماسكس دي معمولة يدوي، وفي هناك ورك شوبس عشان لو عايزين تتعلموا الماسكس دي بتتعمل ازاي. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان تشوفوا كل حلقات ايطاليا.